وحشتني يا ابن عمي. ليك وحشة يا صاحبي. أول ما عرفت إن ابن عمي هو اللي على الباب طلعت أجري عشان أسلم عليه. وحشتني أوي أوي يا أمير. وانتي وحشتني أكتر يا مريومة. وبعد كده خدته ودخلنا جوه. أنا عارف إن أنا لما كنت في أمريكا قصرت جامد أوي معاك يا أمير، بس انت عارف إن انت صاحب عمري وابن عمي. تصدق ولا نسيتك ولا مرة يا أمير، بس ما كنتش أعرف لك مكان. انت بعيد عننا بقالك أكتر من 5 سنين، وحشتني فيهم أوي يا أمير. بس حلويت يا مريومة والله. كيس جواف أنا يعني ولا إيه؟ وكنت لسه داخلة عليهم لقيت سليم قام جري عليا ومسكني من إيدي وشدني وطلعني على فوق. هو إيه ده؟ ها؟ ده إيه اللي انت نازلة بيه ده؟ ماله يعني؟ نازلة بفستان. الفستان مجسم عليكي زيادة عن اللزوم. روح البسي حاجة محترمة شوية وتكون واسعة. بعد كده لقيته قرب من ودني وقال لي علشان انتي حلوة قوي في الفستان ده، وسابني ونزل. هي مين البنت دي؟ انت اتجوزت ولا ايه يا عم سليم؟ هي دي مراتك؟ مراتي. سليم. هي سليم انت تهت ليه؟ مفيش، ما انا فاهم معاك اهو. ما قلتليش مين البنت دي؟ دي تكون بنت خالتي. الله، ده انتوا متجمعين هنا بقى وعاملين عيلة من غيري. وبعد كده غيرت هدومي ونزلت سلمت عليه وعرفني بنفسه. وبعد كده سليم راح واخده وطلعوا بيه على الأوضة. دي هتبقى أوضتك فل كده؟ ده فل قوي قوي كمان. أمير، في حاجات قد كده عايز أحكي لك عليها، بس لما تستريح وتاخد شاور كده وتنضف. وبعد كده خدت هدوم من شنطتي ودخلت عشان أخد شاور. يا ترى خير لما نشوف إيه الحاجات الكتير اللي هتحكي لي عليها يا ابن عمي. لقيت مريم قاعدة وسرحانة وعمالة تفكر مع نفسها. هو انت بتفكري في ايه كل ده؟ خايفة اقولك لا تشتميني. لا قولي وما تخافيش. مش احنا اجازة النهاردة ومفيش مدرسة؟ حصل. كريم وحشني قوي. مش هشتمك عشان انت بتحبيه وده مش ذنبك، بس المشكلة ان هو ما بيحبكيش وكمان بيأذيكي. يعني هو على اساس ان سليم بيحبك؟ ما انت في نفس وضعي برضه، ما بيحبكيش وانت اللي بتجري وراه. ايوه بس ما بيأذنيش. حسيت ان انا زعلتها بكلامي، رحت قربت منها وحضنتها. انا اسفه قوي يا ملك، اسفه والله، واللي انا قلته ده ما كنتش اقصده اصلا. انا مش زعلانه ما تقلقيش. احكي لي يا عم سليم، شفت ملك بنت خالتي؟ انا كنت معاها امبارح. الله يخرب بيتك، اوعى يكون اللي في بالي صح. بس يا حيوان، ده انت عيل دماغك شمال. ده ايه الافكار المقرفه دي؟ طيب كمل يا سيدي. كنت عماله افتكر حركات ملك وبوصفها الامير. هي شبه الملاك، طبيعيه في كل حركاتها، وفي قلبها في طيبه وحب كبير قوي ليا. انا ظلمتها معايا كتير قوي يا امير، تعرف كده؟ عشان هي فاكره انها بتحبني من طرف واحد بس، لان انا اللي مديها الفكره دي عشان بس مصلحتها والله مش اكتر. لكن انا بحبها، ومش بس بحبها، ده انا بعشقها يا امير. يا سلام، وبدل ما انت بتحبها الحب ده كله ما تروح وتقول لها بحبك. ايه علاقه مصلحتها دلوقتي بالكلام ده؟ ما ينفعش، ملك لسه صغيره دلوقتي، على الاقل هستناها لما تكون في جامعه وابقى اعترف لها براحتي. هو انت بتقول ايه يا سليم؟ مفيش حاجه تمنعك عن حبك ليها. معلش يعني هي كده او كده بتفكر فيك، وحتى لو هي فاكراك ما بتحبهاش هي برضو بتفكر فيك وانت شاغل دماغها. يعني في الحالتين هي بتحبك وبتفكر فيك حتى وهي صغيره. وبعدين ثانيه بس، فين صغيره دي في 3 ثانوي يا سليم، سنه كمان وهتكون في الجامعه. ماشي، ما هو لما تكون في الجامعه تعرف لها وخلص الكلام. ماشي يا سما العاشق. قلت له كده وخرجت من الاوضه. وفي نفس اللحظه كانت ملك خارجه من الاوضه اللي جنبيها. كل سنه وانت طيب. واديت له الهديه في ايده وقلت له خليها ذكرى معاك. كل سنه وانت بابا، وكل سنه وانت حبيبي، وكل سنه وانت كل حاجه بالنسبه ليا. كل سنه وانت معايا وجنبي. كل سنه وانا بحبك يا سليم. بقيت حاسس ان قلبي عمال يدق ويقول لي اعترف بحبك ليها وقول لها ان انا بحبك يا ملك. وانت طيبه يا ملك. بس كده؟ بس كده ايه؟ بس كده يعني مفيش اي كلام تاني عندك عايز تقولهولي؟ مش عايز اكسر قلبك اكتر من كده. انا بحاول على قد ما اقدر ابعد عنك يا ملك عشان بس ما تفكريش فيا واكسر قلبك اكتر. بحاول اقسى معاكي بكل الطرق، مع اني مش كده اصلا، ولا دي طريقتي مع البنات، ولا حتى بحب اقسى على بنت ولا تطاول عليها بسبب اني مش كده. بس انت بتضطريني اعمل كده، بتخليني اقسى عليكي وضميري بيأنبني في الاخر. خايفه اقولها لك تاني يا ملك، بس انت لازم تفهمي وتعرفي ان انا مش بحبك. شوفي حياتك ومستقبلك يا ملك، وما تفكريش فيا خالص. مستقبلك اهم مني بكتير. رديت عليه بوجع وانا قلبي مكسور. فعلا ليك حق في كل كلمه قلتها. انت عمرك ما حبتني ولا عمرك هتحبني. بس تعرف، العيب مش عليك، العيب كان عليا انا من الاول. انا اللي اخدت من مجهودي ومن تفكيري ومن وقتي علشانك. انا حبيتك قوي،
حبيتك اكتر من نفسي. انا بس مجرد حبيتك. اهتمامك بيا وغيرتك عليا وحنيتك ونظراتك ليا، انا ركزت في كل تفاصيلك، وبقيت بحاول اكون اجمل بنت عشان اكون حلوة في نظرك، عشان بس تبصلي وتبطل اهانة ليا. بس تعرف، انا من النهاردة هشيلك من قلبي تماما. هو اسفة قوي ان انا تقلت عليك في حاجات كتير قوي وانت مستحملني بالعافية، بس صدقني اول لما اوصل للسن القانوني واشيل نفسي مش هتشوف وشي قدامك تاني يا سليم. قلت له كده ودخلت على اوضتي وانا منهارة من العياط. دخلت اوضتي وقفلت ورايا الباب، وعيوني كلها قهر وحزن بسبب كلام ملك عني. كرهتني خلاص، كرهتني بسبب برودي معاه وقسوتي اللي بتزيد يوم عن اللي قبله. هيحصل ايه لو ملك حبت حد غيرك؟ هتعيش طول عمرك على حبك اللي انت مخبيه في قلبك يا سليم. هو كل ده عشان ايه؟ عشان عندك وتكبرك؟ عشان بتكبر في حبك ليها وخايف تعترف لها على اللي في قلبك؟ انت جبان وما عندكش جرأة تقول لها، وحتى لو رحت قلت لها خلاص فات الاوان وملك كرهتك وخرجتك من قلبها. لبست وخرجت من البيت بالراحه عشان ما حدش يحس بيا، وفضلت ماشيه في المطره وانا زعلانه وعماله اعيط، ومشيت لحد ما وصلت عند المقابر عند بابا. الاول كنت انت اللي بحكي له على كل حاجه بتحصل لي، لكن دلوقتي انا ماليش حد احكي له. حتى لو حكيت لك دلوقتي انت مش هتسمعني ولا هترد عليا. طب اقول لك، لو حاسس بيا وهتسمعني اديني اشاره يا بابا. قلت له كده وغمضت عيني، ومره واحده سمعت صوت حد بيكح جامد. لا يا بابا، مش للدرجه دي يعني، انا كنت بفتكر ذكرياتنا مش اكتر، بس ما قلتلكش ترعبني يعني وتسرعني. يا لهوي تاني، ده انا شعري هيبيض من الخوف، وطلعت اجري على بره. هو طول ما انا بجري بقيت عماله ابص ورايا، ومره واحده خبطت في حد ووقعت من طولي من كتر الخوف. وتاني يوم فوت لقيت نفسي على سريري. ملك، يا ملك انت كويسه؟ افتكرت اللي حصل لي امبارح وفضلت اضحك. هحكي لك يا ستي، انا رحت عشان ازور بابا في المقابر واتكلمت معاه شويه، وقلت له يا بابا لو انت سامعني اديني اشاره. فلقيت حد بيكح جنبي، طبعا عيني ما شافتش الا النور، وطلعت اجري وقلبي كان هيقف من الخوف، فخبطت في حد ما كنتش اعرف خبطت في مين، ولقيت نفسي نايمه على السرير. مين جابني وخبطت في مين الله اعلم. يا لهوي على الرعب اللي انت عشتيه امبارح. اسكتي، ده انا حرم ازور الواحد تاني ابدا. توبه من دي النوبه. طيب يلا يا اختي قومي عشان نفطر، ورانا مدرسه ولا انت نسيتي؟ صح نسيت اقولك، انا امبارح قطعت كلام مع سليم، بمعنى ان ما بقاش في بيني وبينه اي حاجه، وكل كلمه انا بقولها خارجه من بقي على محمل الجد. انا وسليم انتهينا، ما بقاش في حاجه اسمها ملك وسليم اصلا. ايه ده ليه كده؟ حصل ايه لكل ده؟ مفيش حاجه يا ستي، كل الحوار ان هو حب من طرف واحد وانتهى. هو بعد كده اتجمعنا كلنا على الفطار، بمد ايدي عشان اخد اكل، لقيت سليم بيمد ايده كمان في نفس الطبق، رحت سحب ايدي على طول. كنت قاعد كل همي ان عيوني تيجي في عيون ملك مش اكتر، بس هي للاسف ما كانتش مديالي اي فرصه. وبعد كده قمت انا ومريم من على السفره وطلعنا عشان نلبس لبس المدرسه ونمشي. اخيرا طلعوا. هي مش معبراك كده ليه؟ والله ليها حق. امال بقى لو عرفت ان انت اللي خبطت فيها امبارح في المقابر، وان انت برضو اللي كحيت وكنت هتقطع لها الخلف. افتكرت اللي حصل وضحكت. ما نعمل ايه يعني، اول ما شفتها من الشباك نازله لوحدها نزلت وراها على طول، وطبعا عشان انت لازق فيا جيت ورايا. انا وامير كنا مستخبيين ورا الشجره، وملك كانت واقفه وعماله تكلم باباها، والهوا كان شديد قوي لدرجه ان كل حاجه على الارض كانت عماله تتحرك وتعمل اصوات مخيفه. ابوس ايدك مشيني من هنا. يا سلام، يعني اسيب ملك لوحدها يعني؟ انت عبيط. كنت واقف وعماله ترعش من الخوف والرعب اللي انا فيه، وماسك في سليم جامد وانا مرعوب وعماله اقول له هي ابن الناس خدني ويلا نمشي احسن لك. بصراحه كده انا مش ناوي اتلبس دلوقتي. وكان في عصايه ملبسينها جلابيه كده وعماله تتحرك يمين وشمال. يلا يا سليم ربنا يهديك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخي اوعى بقى، هتخلع لي كتفي. ما تسترجل شويه يا امير، هو في ايه؟ لو انت سامعني اديني اي اشاره. ومره واحده امير كح بالصدفه، وملك طلعت تجري. الله يخرب بيتك، انا غلطان ان انا جبتك معايا، وقفت قلبها يا اخي. وبعد كده طلعنا نجري وراها، بس هي تاهت مننا ما كناش لاقيينها. شفت يا عم، ادي تاهت مننا. لكن هي فضلت تجري لحد ما خبطت في ظهر سليم. اول ما شفتها فرحت ورحت شايلها وروحت بيها على البيت. كان يوم مسخره والله، ده انا فطست ضحك ساعتها. نزلت انا ومريم من فوق، ولقيت سليم وامير عمالين يضحكوا جامد، والموضوع ده اثر فيا قوي. رحت سبتهم ومشيت وخرجت ركبت العربيه. سليم بيضحك وعايش من بعدي اهو. فعلا هو ما كانش بيحبني، وما كانش في داعي يقولها لي كتير، افعاله كانت واضحه، بس انا اللي كنت معميه.
وبعد كده وصلتهم للمدرسة، وكنت مستني ان ملك تكلمني، بس هي ما كلمتنيش ودخلت مع مريم وسابتني. فوق يا عم، البت نسيتك خلاص، يلا عشان الشغل احنا كده اتأخرنا. لا، والواد دحيح قوي من اول يوم شغل. واول ما وصلنا المدرسة لقينا كريم والديمة والشلة كانوا واقفين مع بعض، وانا اصلا مشكلتي في عيونها، بتجيبني بلاد وتوديني. يا لهوي يا جدعان، هو انا مستوى معجبيني وصل للارض كده ليه؟ وبعد كده لقينا سيف وقف قدامنا وقال لنا: هو انتوا مش ملاحظين ان كل التلقيح ده عليكم، ولا انتوا اترشيتوا، ولا ايه نظامكم بالظبط؟ والله التلقيح ده للبنات، وما تخلينيش اقول لك لفظ مش هيعجبك. هو انت ناسيه ان هو غير اسمه من سيف لسوسن ولا ايه؟ سيف اتغاظ ورجع مكانه تاني، وديما جت وقفت قدامنا ولقيتها بتقول لنا: التلقيح للرجاله عادي. وعشان كده ما انت بتلقحي علينا، اتاريكي راجل من ضمنهم واحنا مش عارفين. راحت مريم ضحكت بسخريه وقالت لها: معلش سامحينا، ما كناش نعرف ان انت اسمك الحقيقي شوقي. وبعد كده مسكنا ايد بعض احنا الاتنين وطلعنا على الفصل، وسيبنا ديما وكريم وسيف يولعوا من الغيظ. النهارده يا شباب هناخد درس جديد، وعايزاكم كلكم تركزوا في الدرس ده من اهم الدروس اللي احنا هناخدها، محتاج مذاكره جامد وتركيز. اليوم الدراسي خلص وروحنا على البيت. ملك، هو انت بجد نسيتي سليم؟ للاسف لا طبعا، ولا عمري هنساه، انا بمثل بس عليه مش اكتر. وبعد كده لقيت امير وسليم داخلين الفيلا ومعاهم شنط مليانه شوكولاتات وحاجات حلوه. طلعت اجري على الشنط اللي في ايد امير: وريني. طب تعالي ورايا. مريم راحت وراه عشان الحاجات الحلوه، انا لقيت ملك قاعده لوحدها. اخدت بعضي وخرجت بره في الجنينه عشان ما اكلمهوش، وبعد كده لقيته خرج ورايا. وبعدين يا ملك، هنفضل كده كتير؟ انت اللي اخترت اننا نكون كده. لقيته قرب مني وقال لي: انا ما اخترتش اننا نكون كده يا ملك، بس باي حال من الاحوال انت لسه صغيره. بس انا مش صغيره، انا متاخره سنه مدرسه، والمفروض يكون عندي 18 سنه يا سليم، والحب عمره ما كان بالسن. تعبت من ان انا اخبي حب ليها اكتر من كده، وان انا اخفي مشاعر ناحيتها. واجهتها وكلمتها بكل صراحه وقلت لها: ملك، انا بحبك ولا عمري كنت ناسيكي. انا كل الفتره دي كنت بحبك زي ما انت بتحبيني بالظبط، ويمكن اكتر كمان. انا بعشقك ومش بس بحبك يا ملك. وبعد كده لقيته قرب مني ومسك ايدي وكمل كلامه وقال لي: حب ليكي ما بيخلصش وما بينتهيش، ومهما حكيت مش هعرف اوصف حب ليكي. انا بحبك قوي يا ملك. ولحد هنا بتكون خلصت حلقتنا. تتوقعي رد فعل ملك ايه على الكلام اللي سليم قاله لها، اللي هي كانت هتموت وتسمعوا منه؟ عايزين تعرفوا كل ده واكتر؟ استنوني في الحلقه اللي جايه. وفي نهايه الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار لكل قصه جديده.